نعلم ولادنا ازاي يلموا وراهم. ولو احنا كاهالي واولياء امور ما تعلمناش ده واحنا صغيرين، فيا ريت نتك على نفسنا شويه ونعلم الولاد ان هم لما ياكلوا حاجه في حته يلموا وراهم، ما يسيبوش العلب والازايز والكوبايات على ترابيزات في النادي، في الشارع، في حته بره. يا ريت مش في بيتهم برضو يلموا الحاجه يحطوه في المطبخ، يلموا وراهم، ما يستنوش حد يلم وراهم. يعني للاسف بتحصل في في احسن العائلات وفي انظف الاماكن، انه العيال متعوده ان حد دايما بيلم وراهم، فعمرهم ما يلموا وراهم. وعيب جدا ان احنا قاعدين على ترابيزه، ولسه حاصله قريب في نادي يعني مفروض قوي كده، انه العيال بعد الماتش واهاليهم سابوا الدنيا مزروطه بعلب واكياس وكوبايات وحاجات واكل على الارض ومشوا. ما يا جماعه، ما في حد ماشي، في حد بينظف هيلم، بس حضرتك يعني ليه تسيبي الدنيا عامله كده؟ وليه تخلي ولادك يتعودوا انه عادي انه ياكلوا ويمسحوا بقهم ويرموا في اي حته؟ ده يعني منظر غير حضاري، والنظافه من الايمان. فيا ريت نعلم ولادنا ان هم بس يلموا وراهم، يشيلوا وراهم، وحضرتك اعملوا كده الاول عشان ولادكم يشوفوكم وانتوا بتعملوا كده، فبالتالي يعملوا كده. شكرا.